مساء الخير يا كابتن. يا هلا وسهلا. كيف الحال طال عمرك؟ الحمد لله تمام. هل صحيح يا كابتن ان اكشن يا دوري طالب معاك مقابله؟ ايه اليوم كنا في فطور عندنا في الجمعيه، فجاني مراسل حق اكشن الدوري قال بسوي معك لقاء، فانا رفضت يعني، لانه اي احد قناه ضد النصر ودائما يسقطون عن النصر، انا ما اعمل معها مقابله. الله يعطيك العافيه يا كابتن. يا اخي شو الاعلام هذا يا رجال؟ قالوا له فطور خيري، اقول لك راح بيسوي شر، اقول لك بين الناس. يا اخي فطور خيري، افطر وروح بيت هلك. يا اخي شو الاعلام ذا؟ لا تعرفون رمضان ولا تعرفون فطور ولا شيء. بيسوي مشكله بين وليد الفراج ومجد عبد الله. خلاص قالوا لك وليد الفراج احسن من افضل الاعلاميين السعوديين. رضيت ولا رضيت؟ هنا قاعد لك. احنا ندري مجد عبد الله، نعرف نيته مجد عبد الله. اقحمتوا قصب كان سالته اعطوك ال5 مليون ولا لا؟ كان سالته مش انتم موعدينه تجمعونها له؟ كان سالته ها يا ابو عبد الله وصلتك 5 مليون ولا بس تبي تسوي شر؟ كان سالته عن هذه وجمعتوها يعني، واذا ما سلموه كان جمعتوها، ها اعطيتوها هي. رايك بتسوي شر بين الناس؟ اعوذ بالله. احنا نعرف مجد عبد الله، مجد عبد الله هو اللي قالها بعظمه لسان. مسؤول عن الاعلام النصراوي مع احترامي الشديد له. ليش؟ لانه يعتمد على الصريخ وعلى التأجيج الرأي، وهذا اعتماده. والله هو صادق، اقول لك اعلاميين ازعاج وضجيج. الناس هدوء ورمضان وسكينه وانتم جايين بتسوون اقول لك مقابلات ضجيج وازعاج فيها. هذاك احسن من ذا، هذاك جاء قال لك الله اعلم في قلبك وليد الفراج اقول لك. قسم بالله يا رجال بعض الصحفيين للحين حاطه اقول لك مقابله المديفر مع الفراج، للحين حاطه هنا تشغله، وكله يقول ما علينا منه، وكله يقول احنا ما نهتم واحنا ما علينا منه واحنا ما نتابع، ورأس وجه عند التلفزيون للحين قاعد مشغله وليد الفراج. يلا لا تبلعنا بس من الشهر الكريم يا رجال، والله يلا تبلعنا، والله يا شيخ ينظف قلوبكم يا رجال من قل حقد في قلبكم، اعوذ بالله. عارفين مجد عبد الله، انتم اللي لاعبين فيه، انتم اللي داخلين وقاعدين نقول وسوي. احترامي وتقديري راي الخبيرين اللي دائما على راسي وما زالوا. الكره فاول للاتحاد والحكم اشر كده بيده، احرج، شاف انه خطا ما احتسبه، خطا واضح. بس محمد فودة هو يعني. قال ليه ما احتسبها الحكم؟ طيب. والكابتن سمير قال انا ما شفته وما اقدر احكم عليها. ايش ما قال ايش ايش؟ لا نرجع. محمد فودة قلت ضربة جزاء صح؟ قلت لا هو على الفاول مخالفه، ما في مخالفه وركله جزاء. طيب والكابتن وكابتن سمير بسرعه عشان بروح الفاصل. انا قلت الكوره ركله جزاء، الفاول الاولاني ده ما اقدرش احكم عليه عشان الصوره مش واضحه، لكن الحاله اللي داخل منطقه الجزاء ركله جزاء. طيب. وضع الايد ده انا ما اقدرش اقول فيه سحبه وبعدم وجود سحبه، واضح. لكن الحاله اللي داخل منطقه الجزاء ركله جزاء. لو كان في فاول كان استأنف بفاول، شكرا. هو ما حسبش الفاول فبالتالي يوجد ركله جزاء. شخصيا ما انا شخصيا ما اتابع محللين غيرنا، يعني طيب. اشوف الحاله واجي احطها اقولها هنا. يعطيك العافيه. والله ليش كذا؟ والله ليش تقول الناس اشياء ما قالوها؟ الناس معاك في الاستديو قالوا رايهم، تروح تقولهم اشياء ثانيه. معاك في الاستديو قدامك. خلصنا من الزلال لما قال يا اخوي انا ما راح افتي ان الاتحاد له حقوق ماليه الا لين تطلع اللجنه وتقولها. انت قولت الزلال اشياء ما قالها. والحين الفوده معاك وسمير عثمان عطوا رايهم بالحاله هذه، تقولهم اشياء ما قالوها في الحاله. علني عينك. واخر تحفه ونكته قلتها ان بعض الانديه تتعاقد معها. فكونا يا اخوي من لعيبتنا. هذاك النادي المذكور، قول اسم النادي المذكور اللي عاقد لعيبتكم تعاقد معهم، قولها يا اخي. ما ادري ليش يا اخي بعض الناس يخافون، قولها. بس مع بعض الجماهير طلعوا انت اللي قايل الخبر ان يعني ما قلت الهلال، قلت بعض الانديه يعني فكونا خلوا لعيبتنا، انت اللي قايل هذه. بس ما اعتقد يا ابو احمد خلاص جاء الوقت للاعتزال. والله تقعد تقول الناس اشياء ما قالوها قدامك. الفوده وسمير عثمان هم قالوا كذا، ما قالوا لك لا يا اخوي احنا قلنا اعطينا راينا. يا اخي تقولهم اشياء ما قالوها. سبحان الله. ما زال وليد الفراج يدفع فاتورة لقاء مع المديفر إلى هذا اليوم من النصراويين، سواء كانوا إعلاميين أو لاعبين قدامى. اليوم كان في حدث غريب جدا من الكابتن القدير ماجد عبد الله. اليوم ماجد عبد الله يترأس لجمعية خيرية،
وكان له لقاء في هذا الشهر المبارك. لاعب له تاريخ كبير، مع احترامي له، يعني يمكن في بعض أساسا مقاطع سابقة ظهرت له يعني بشكل يمكن غير جيد مع بعض المؤثرات وبعض المؤثرين، لكن مو مهم الشيء هذا. يعني المهم أنت اليوم كرئيس لجنة أو رئيس جمعية وخيرية، وفيها كما تدعي أهداف لرفع الوعي، لكن كما رأيت أنا أنه في رفع وعي، أنت ركزت أنه على المال، لكن أتوقع أنه هي ماليا وتعليميا وثقافيا حتى يصبح الشخص أكثر نضوجا. للأسف أنه ظهر في تصريح يظهر عليه عدم النضج، مع احترامي للكابتن ماجد عبد الله، احنا نتكلم عن هذا بس المقطع اللي ظهر. وليد الفراج اعتقد انه كان في لقاء الليوان كان اكثر يعني ثقافة واكثر وعيا من المقدم، وكان رجل يعني يوزن الكلمة قبل ما يخرجها، وكان يعني في بعض الأسئلة تخص نادي النصر، ولعله تكلم بشفافية كاملة ووضح انه ما راح يمدح نادي ما يحقق بطولات ونادي يعني ما في اي شيء قدمه للمملكة العربية السعودية مثل ما الهلال والاتحاد قدم. فلذلك طبيعي اني ما راح يعني امجد هذا النادي في قناتي وهو ما يسوى يعني فهموها. فلذلك ماجد عبد الله انا قد شفت له لقاءات قبل كذا، وكانت بالاخص مع سامي الجابري، يعني لاعب هلالي، يعني لو كان في الأنفس شيء راح يظهر في هذا اللقاء، لكن في ذلك اللقاء كان بالعكس رجل متزن، رجل مهذب، رجل يعني يدللك أنه فيه يعني وعي وفكر قبل ما يكون هداف في داخل الملعب. للأسف اليوم أنا أعتقد أن ما أقدم عليه الكابتن ماجد عبد الله ما كان الشيء هذا من راسه، ولا كان يعني راضين عن هذا الشيء، لكن لعله كان بتوجيه معين. ليش نقول توجيه؟ لأنه معظم التغريدات والأسلوب الذي ظهر يعني كلها تقريبا كانت بنفس الفكرة، بنفس التوجه، بنفس الكراهية لذلك الإعلام الناجح. بغض النظر أنا شوف، أنا والله ما يربطني في وليد الفراج أي شيء، ولا يربطني في أي إعلامي آخر شيء، ولكن أبهرني هذا الرجل في فكره اللي أظهر يعني هو كان عكس ماجد عبد الله، ما كان يقول للناس كملوا تعليمكم ولا يقول أبي أرفع وعيكم، هو أصلا ما أكمل تعليمه وترك الدراسة بعدين رجعها وخذ الدبلوم، لكن كان يملك فكر يعني على المستوى الثقافي، على المستوى المهني، على المستوى حتى الإنساني، كان يعني مضرب للمثل. فلذلك طبيعي جدا أن تجد من يحاول الآن تشويه صورة هذا الإعلامي القدير الكبير، وهذا حال كل شخص ناجح سواء كان وليد أو غير وليد، وهذا حال كل البشرية. لما ترى أي شخص ناجح حتى لو كانوا أقرب الأقربين لك ما راح يتمنون لك أبدا الخير. خلونا يعني نكون أكثر وعي. يعني احنا نشوف الآن الحروب الباردة ما بين الإعلاميين وما بين الجماهير، ترى هذا من كينونة الشر اللي موجودة فيهم. والله لولا هذا الدين السماوي اللي نزل على المسلمين لما كانت هذه الأخلاق ولما كان هذا الاحترام اللي بينهم. الإنسان بطبيعته يحب الشر للغير، والأحداث اللي حولنا أكبر دليل. ولا كل واحد في دولته بإمكانه يكون هو الأفضل وهو الأقوى وهو الأعلم ويملك كل شيء بدون ما يأذي الآخرين، لكن لا، طبيعة البشر تحب التملك، تحب الذات، تحب الشر للناس، ما تحب يكون في أحد أفضل منها أو منافسة لها. فلذلك إذا أنت كنت محاط بهؤلاء الأشخاص فاعلم أنك شخص ناجح واستمر ولا عليك من أحد. أكثر نادي استفاد من الأخطاء التحكيمية، وجماهيره أكثر جماهير تدعي المظلومية والصياح والبكاء، وأكثر جماهير تتهم الأندية أنها استفادت من التحكيم، وناديها هو المستفيد من التحكيم. عطني الحصاد يا كابتن. ما هو انا قلت الحصاد اهو، ما فيش فريق استفاد. لا انت اعطيتني سرد. مين اكثر فريق استفاد؟ النصر. نعم.
شنقيط ترى احنا نباك احنا ما نباك ترى طفشنا من دي الحركه. في عندي ايوه الله اكبر. هي عندي وصلت مع اللاعب طول الوقت شنقيطي عبد الرحمن العبود يا هو سيبونا في حالنا خلونا نعرف نشتغل. يا عمو عبد الله الفلاتة، وبدك تحكي كلمة على الهلال لازم تقعد لك 4 أيام وتفكر وتشاور عقلك مظبوط، بعدين تحكي الخبر اللي كان انت ولا اي اعلامي نصراوي ولا اي اعلامي اهلاوي، لانه مع احترامي لكم كل الاخبار بتجيبوها عن الهلال تضاغطكم كذب، وانا راح برهن لك هلا انك قلت على الشنقيطي ومدري شو الهلال فاوض ومدري شو راح شوف فيك. تعال اسمع، يعني ببدا في الموضوع على اساس الكل اللي يعلم عنها. الشنقيطي هل في احد فاوضه؟ انت وكيل الشنقيطي ولا لا؟ صحيح. هل في احد فاوضه؟ هل في احد فاوضه في الفتره الماضيه؟ هذا واحد. واذا فاوضه من النادي اللي فاوضه؟ والحديث لك، تفضل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وثانيا أخوي خالد شكرا لك على إتاحتك الفرصة هذه. بالنسبة لموضوع مهند شنقيطي، صحيح أنا وكيل أعمال اللاعب المتألق مهند شنقيطي، لاعب نادي الاتحاد ولاعب المنتخب السعودي. بالنسبة للسؤال اللي سألته إنه في حال أحد فاوضه ومن هو النادي اللي فاوضه، أول شيء أحب أوضح للسادة المشاهدين الكرام، أصلا عقد مهند شنقيطي مع نادي الاتحاد يمتد حتى جولاي 2029، يعني ما هو شيء اليوم ولا بعد سنة ولا سنتين بيدخل فيه الفترة الحرة. فهذا أول شيء. الشيء الآخر بالنسبة مهند لم يفاوضه أحد ولم يدخل في مفاوضات مع أحد، لا أنا ولا مهند. افتح كازوز بارد ودي فلاتة ودي يا ابو بدر. جماهير الهلال لها عتب عليك كبير، وانا اللي شايف لك لابس ازرق ابيض، كيف ترد على جماهير الهلال؟ انا احب اللون الازرق من الله عليك. مسيرة الكروية لبسي ازرق وابيض، ولوني المفضل هو الازرق على طول. نعم. الكورة يصير اصفر طبيعي يعني. نعم. عتبهم على راسي وعيني، عتب المحب. مشكلة بعض الناس ما تفرق بين اللي يقول رايه بشكل موضوعي وبين اللي يعني ممكن ما يقدر يقول رايه، يقول لا هذا الهلال ده الاتحاد ده لا. انا اقول رايي، اراعي الله عز وجل، والله اقول يعني قبل كل شيء اراعي الله عز وجل. اني بقول ايه ما شاء الله ما بتخطئ انت يا عبد الله. في كل كلامي انا بشر ممكن اخطئ، يصير خطا، لكن هنا انا ادور على الحقيقه. يزعل الاتحاد، يزعل الهلال، يزعل ما في ابدا ما في حاجه بالنفس، وارد، لكن انه حاجه في النفس لا والله ما في حاجه في النفس. بس اقول لك يا عماد معلومه، ترى الناس ما يدرون هذا محامي اجا يعني قبل لا يقول الكلمه يحكحكها شهد له ويوزنها ولا لا ويصنفرها ويصنفرها. عبد الله ترى من 20 سنه اعرف عمره ما غلط على بس هو تعرف الناس يبغوا تقول الكلام اللي بمزاجه، لو ما قلت اللي بمزاجه قال لك ما اخاف منك موقف. شوف في فلسفه في البرنامج دائما يقول لك اللي عاجبه كلامك ساكت يا ابو بدر، واللي مو عاجبه كلامك يخش ويعلق عليك. الرأي الآخر مطلوب، أنا أبرر الآخر، أبى الناس تكون لي مرآة. أنا ممكن أغلط لما يجيني كلام، بس شوف الرأي موضوعي، في ناس تشطح والله يا عبد الله فلاتة بتحب الازرق، بتحب الاخضر، بتحب الاحمر، بتحب الاصفر. انا كل فيديوهاتك وكل بتطلع باكشن يا دوري، فيديوهاتك وحكيك وهيك عن الهلال، يعني تيجي مره ما يقول لك عبد العزيز زلة 9 مرات، قلت له 9 مرات تحكيم. كيف تحكي الحقيقة؟ 9 مرات تحكيم، بعمرها ما صارت 9 مباريات ورا بعض فريق يفوز بالتحكيم. يعني ما بنشوفك غير بتنفعل على الهلال وبتحكي على الهلال. يعني مع احترامي لشخصيتك واحترامي لك، مبين عنك انسان طيب وهيك، بس ما ادري انت بس يجيك سيرة الهلال بتجن، ما ادري شو بيصير لك، بتولع. وبس يقول لك 9 مرات يا غضب الله شو بيصير، يا عفو الله شو بيصير. بقى يعني حكك هاد ما قلته قبل شوي وهيك على الهلال لا، بس على الأندية التانية مثل بالله. الله يوفقك ويوفقنا. تحياتي للزعماء يا ابو بدر. الاتحاد نحر يا ابو بدر. صبحكم الله بالخير، كيف حالكم؟ مساكم طيبين، شلون صحتكم؟ سوري، بما ان ما جاني نوم للحين وانا طقطق في منصة اكس، لقيت في موضوع اخذ صج اليوم على شيء غريب. شوفوا ونشوف التغريدات اللي عليه ونشوف الردود اللي عليه.
شفتوا الكابتن الكبير ماجد عبد الله شنو يقول؟ طبعا الأخ حمد شنط يقول: يبدو لي أن الوليد الفراج استعجل في محاولة تكذيب حادثة لم يكن شاهد عيان عليها ولا يعرف تفاصيلها. هذه ليست المرة الأولى التي يجد نفسه في الحرج أمام الشارع الرياضي. أخي وليد، ما ينفع أن تلعب مع شخص صادق وحريف مثل أبو نواف حتى لو كنا في رمضان. درس مهني خفيف لطيف. طبعا يقصد عبد العزيز العصيمي لما شنو قال حصري: هذا حديث الأسطورة ماجد عبد الله عن رفض اليوم طلب مقابلة برنامج الأكشنة بسبب التطاول والإسقاط على النادي وجمهور الناصر. الحين من هو اللي ما يشبع كذب حتى في رمضان؟ تمام. راجع القدام يقول: راهن على ما مضى من الصبر العالميين وحلمهم وما علم أن كل شيء تغير فكذب كعادته، ولكن لطمها الأسطورة لطمة للتاريخ بالصوت والصورة فجرها بطبلته في رمضان يكذب. لا أنت في رمضان صاج حلوين. طبعا تعرفون إعلامهم وصيحة إعلامهم في الأمور اللي مثل هذه. هذا ما حدث فقط لا غير وقدام عيني. فعلا في ناس ما تشبع من الكذب حتى في رمضان. شنو صار قدام عينك؟ نشوف. فيقول: قدام عيني كل القنوات والصحف تعمل لقاءات مع الأسطورة، كل القنوات. وعندما أراد المراسل عمل لقاء خاص معه وشاهد الأسطورة مايك برنامج الأكشن البرنامج المحمي رفض بأدب. بعدها طلب المراسل صورة تذكارية شخصية ووافق عليها. كل القنوات والصحف نزلت فيديوهات مع الأسطورة إلا هم. أتحداه ينزل فيديو، بلاش كذا. طبعا ما يحتاج. الحبيب طار كشخة ومزخرف في الخارج بس كذاب من الداخل. طبعا ما يحتاج. محمد طبعا أنا من زمان مقتنع أن الحيادية معدومة، ولكن الأهم من هذا هي المهنية والمصداقية. علم نفسك يا حبيبي. إذا فقد هنا حتى المؤيدين لك سابقا بيعيدون نظرتهم في البرنامج. المشكلة أن هذا ينتقد وليد الفراج وأنتم عارفين هذا منه. نرجع حق حمد شنو يقول: واحد ما يستهوي يكذب على الأموات، ما تبيه يكذب على الأشخاص ما زالوا على قيد الحياة. بلغ الأمر عند البعض بكل وقاحة وبدون خجل أن تدفع عن تصرفاته وتستدعي من يرفض سلوكه. يعني لا أخلاق إسلام ولا مروءة جاهلية. استغفر الله يا ربي، قسم بالله اللهم إني صائم والله ولا كان عرفت الرد عليه. شوفوا وقاحته والناس رمضان. شوفوا. طبعا هو يقول إنه أهلاوي بس شوفوا هو الموجود. نو كومنت، مجرد رأي. يغرد يقول: أنباء عن إغلاق برنامج أكشن مع وليد بعد هذا الخبر، وكذلك هناك أخبار أخرى تقول أن عميد الإعلام الرياضي وليد الفراج سيعتزل الظهور الإعلامي بعد هذا الرفض. مبروك البطولة يا النصراويين. تغريدة كوميدية طبعا. يقول الحبيب: ماجد عبد الله صرح لبرنامج دورينا ورفض التصريح لبرنامج أكشن يا دوري من أبسط حقوقه ضد برنامج مسخر لكل الإمكانيات لاستفزاز النصراويين بشكل يومي، والأمر تعدى أنه أمر عابر بشكل يومي لابد من إسقاطات وحق الدفين. أبو عبد الله للتربية والتعليم. حلو. طبعا قريب جلاد الحراس الذي أرعبهم طيلة 21 سنة ما هو ما زال أبو عبد الله. شو اللي صار؟ اليوم كان في حفل لأصدقاء اللاعبين بحضور اللاعبين القدامى في مقر اللجنة الأولمبية السعودية. وبعد الإفطار الكلام الأستاذ وليد الفراج أن المراسل أنس بن عجب صور صورة تذكارية مع النجم ماجد عبد الله ولم يحدث أي شيء آخر، وهذا فقط لا غير. وفي ناس ما تشبع من الكذب حتى في رمضان. يعني احنا نعرف الأستاذ الكابتن ماجد عبد الله يعني هو يعرف إعلامهم وتكلم عن إعلامهم قبل وقال إعلام ضجيج وصياح، وساعات يجبر إنه يقول كلام هو لا يرغب فيه لكن مضطر يعني. وأكبر دليل إلى الآن حتى موضوع اعتزال 5 مليون اللي وعدوا فيها ماكو شيء يعني. تمام. يعني أنتوا ما صدقتوا لقيتوا ماجد عبد الله وهو يعني حفل جمعية أصدقاء وحفل خيري على كلامهم ورمضان وفطور، وكبرتوا الموضوع وسويتوا البلبلة. الحين حتى المراسل شو يقول؟ خلوا المراسل. شوف الأستاذ محمد الأحمد شو يقول: إقحام وإحراج الأسطورة ماجد عبد الله في حفل جمعية أصدقاء اللاعبين لا يليق باسم ماجد ولا بالجمعية وتوجهها الإنساني والخيري.
ما علاقة هذه المناسبات بصراعات الأندية واللاعبين؟ وهل ماجد وهو على رأس الهرم في هذه الجمعية يمثل النصر أم يمثل الجهة الخيرية وتوجهاتها وخدمة أنشطتها من خلال تواجد الإعلام وخدمة هذه الأنشطة؟ أحرجتم ماجد الإنسان هو الذي يتسامى دائما على الهوامش والزلل. تمام. نرجع للصحفي وشوفوا شنو قال المراسل. أثناء تغطية البرنامج أكشن مع وليد في جمعية أصدقاء اللاعبين، التقيت أنا وزملائي الصحفيين في الكابتن ماجد عبد الله، حيث أن عندنا في إدارة البرنامج تعليمات أنه ما نأخذ مع الكابتن بسبب أنه ما نحرج مع بعض الجماهير ولا يدخل إحراج مع الجماهير. وبعدها طلبت من الكابتن ماجد عبد الله أنه أخذ صورة تذكارية معه، ويوم جيت باخذ الصورة التذكارية معه قالها بعفوية أنه أنا ضد برنامجكم ومن هالكلام. بعدين قال ما يحتاج أني أقول لك. هذا كل ما حدث، هذه القصة. شفتوا كلام الولد شنو قال عن اللقاء وشنو صار بالضبط. يعني إدارة البرنامج أكشن يا دوري عارفين عقول إعلام، وعارفين إعلامهم شنو عقله. تمام. عارفين شنو مدى كذبهم ومدى افتعالهم للأكاذيب، وخصوصا أنهم في شهر رمضان، حتى شهر رمضان ما يحشمونه للأسف، لدرجة أن إدارة نادي أكشن يا دوري عقب الموقف اللي صار من نواف العقيدي وأنه قال مو كفو، نعرف أن لاعبينهم فيعرفون أستاذ ماجد عبد الله. أستاذ ماجد عبد الله كابتن كبير وأسطوري ومؤدب وخلقي، لكن ساعات يعني يدخلوا يقحمونه في أمور لصالح نادي، هو كالعادة ما أقدر أقول لهم شيء. فوليد الفراج بأدبه وإعلاميته وحنكته الإعلامية يغرد يقول: أعرف من الزميل أنس بن عجب مراسل أكشن يدر أنه رجل صادق ويخاف الله. أنا مصدقك يا ولدي، والكرة فيها حاجات عجيبة وعقول كبيرة وعقول صغيرة. خلاص المرة الجاية لا تطلب صور من أحد، وخلصنا ما حنا ناقصين بطولات وهمية لأحد. يعني وليد الفراج بهالتغريدة البسيطة أحرج إعلامهم، كذب إعلامهم، حرق إعلامهم، وأعطاهم إنهم يعني عندكم بطولات وهمية ما تنجزون شيء، وأعطاهم صورة وهمية. يعني الولد إحنا ما سوينا معه لقاء، لكن الولد طلب صورة شخصية كونه يعني من معجبين كابتن ماجد عبد الله. أخذوا سالفة الصورة أن ماجد عبد الله رفض يسوي اللقاء، لكن ما رفض أن يصور الصورة مع المراسل، مع مراسل الأكشن يدوري، وألفوا عليها قصة طويلة عريضة راحت وجد، وقاموا يطبلون فيها والناس رمضان، ويحاولون يستصغرون أو يستنقصون من وليد الفراج، وخصوصا دش معاهم بالجروب الحين الإعلام الجديد التوم اللي يعني أعتقد أنه صار معه ضمن الجروب يعني للأمانة. فالأستاذ وليد الفراج إعلامي كبير متحدث، رجل 30 سنة في الإعلام الصحفي، عاشر طوال فترة أمراء ورؤساء أندية ووزراء، فما يجي لك إعلام درب الزلق يحاولون يستنقصون منه. يعني دمت فخرا يا أستاذ وليد، وأنت وأنا أشهد فيه مو عشان هلالي، لا والله أنت تجلد الهلال وتجلد جميع الأندية. أنت إعلامي صادق وإعلامي تضرب على الوتر صح، واستمر عليه وخلهم يصيحون.